السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بصحة جيدة ولقاكم هذا الفيديو في أحسن حال ومع يوم يكون جميل إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جبت لكم كيك رائع بهذه الزخرفة أو كيك الزبرة. كيجي رائع وكيجي شكلا ومذاقا، نتمنى يعجبكم وتكملوا الفيديو للاستفادة باش يجيكم الكيك ناجح 100% إن شاء الله. غادي نبداو ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غنحتاجو 4 بيضات يكونوا بحراره الغرفه، ما يكونوش في الثلاجه باش كتنجح معنا هاد الكيك وكطلع. بدينا باربعه البيضات يكونوا كبار وبحراره الغرفه كما قلت لكم، ما يكونوش في الثلاجه. غنزيدو كذلك بقياس العنبه، كاس السنيده سكر سنيده، وكاس تاع الحليب يكون ساخن، ماشي ساخن بزاف، كيكون دافي باش كيطلع هاد الكيكه وكتجي عاليه وما كتجيش هابطه. كما قلت لكم سكر سنيده بقياس العنبه وكاس الحليب يكون دافي، 4 بيضات بحراره الغرفه. غنعملوا يعني خلاط كهربائي او خلاط كهربائي يدوي اللي متوفر عندنا. وغنحتاجو كاس الزيت الا يعني ناقص بسنتيم، ما يكونش عامر بزاف، او كاس الا المهم سنتيم او 2 سنتيم، ما يكونش عامر بزاف كما قلت لكم. غنخلطوا هاد العناصر كلهم دقيقه واحده حتى كيتخلطوا. غنزيدوا قليل من الملح على حسب الذوق، نصف او ربع معلقه صغيره باش ما كتجيناش مالحه. 4 معالق صغيره غير لتصحيح الذوق. دقيقه غنخلطوا وغنرجع معكم ان شاء الله حتى كينسجموا دوك العناصر كلهم. غناخذوا اناء غنوضعوا فيه الخليط. غنعملوا 3 كؤوس بقياس العنبه تاع الدقيق، 300 غرام دقيق الممتاز الابيض تاع الحلوى يكون مزيان. غنغربلوه عاد باش غنعملوه. غربلناه من قبل 3 كؤوس بقياس العنبه، واللي ما عندوش كاس العنبه يعمل 300 غرام. نخلطو مزيان حتى كينسجم الدقيق مع الخليط تاع الكيك. وغنحتاجو 2 كؤوس 2 ساشيات عفوا من خميرة الحلوى من فئة 16 غرام بجوجهم 8 غرام 8 غرام بيكين باودر. او بالنسبه اللي بغيتو تنسموها يمكن تعملوا قشور حامض مبشورين او الليمون، او انا عملت سكر فاني تعملوا ساشيه من فئه 8 غرام او 16 غرام اللي يعجبكم، او قشور حامضه محكوكه او ليمونه على حسب الذوق. نخلطوا مزيان حتى كينسجم العناصر كلهم. ضروري غنخلطوا ملي غنعملوا الدقيق. غنضيفوا ساشي تاع سكر سنيده او عفوا فاني، سكر فاني اللي عنده الفاني السائل كيعمل معلقه كبيره، يعني على حسب الذوق. معلقه كبيره تاع الخل. الخل بدورو كيهششها وكيطلع الحلوى. معلقه كبيره عامره. وكما قلنا 2 من ساشي تاع خميره الحلوى من فئه 16 غرام. خميره الحلوى او بيكين باودر كنغربلوها باش ما كيبقاوش فيها التكتلات، باش كتسرع اختمار هاد الكيك. ضروري تغربلوها. نتمنى اللي باقي ما مشتركش في القناه يدخل يشترك ويعمل مشاهده حتى الاخر، وكذلك يعمل البصمه ديالو فضلا وليس امرا. وشكرا للجميع. شكرا للمشتركين الجدد اللي دخلوا القناه، كنشكرهم بزاف على الاشتراك ديالهم. وكنشكر كذلك المشتركين اللي معنا دائما، المشتركين القدام. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشاهدوه كذلك.
حنا كيما كتكون على هاد الشكل كتكون هاد الخليط تاع العجينة كنشكلو بها 8، ما كتكونش يعني ثقيلة، ما خفيفة باش كيجينا هاد الكيك اسفنجي ورائع. خلطناه مزيان، خلطنا الخميرة كلشي العناصر. دابا كنجيبو غنظفو ضروري المكان باش ما كيتزادش علينا هداك التنظيف. غناخدو زوج من الزلايف او جبانيات، غنقسمو فيهم هاد الخليط تاع الكيك، غنقسموهم كل جبانية غنعملو فيها هاد الخليط. ملي غنقسموها غناخدو خليط يعني جبانية وغنزيدو فيها كاكاو، وغنخليو يعني العجين الاخرى كما هي في نفس اللون ديالها، وغنزينو بها الكيك. غنساويو هاد الخليط تاع الكيك في هاد الجبانيات، غنقسموه على زوج. زلافة غنوضعو فيها الكاكاو، وزلافة غنخليوها كما هي. بعد ما قيسناها في هاد الجبانيات كما كتشوفوا، هاد الخليط قسمناه على زوج. غناخدو جبانيه غنديرو فيها هاد الكاكاو كما كتشوفوا، جبانيه غنخليوها على جنب. بالنسبه للكاكاو كتاخدو، لكن الا كان عندكم كاكاو تاع البواطه غتاخدو 2 معالق كبار. اما الا كان عندكم غير الساشي بحالي انا دابا كيما درت انا الساشي كيجي حتى هو مذاق رائع زوين. انا كيعجبني بزاف الساشي، كاكاو تاع الساشي كيجي رائع احسن من العبار. كديروا 2 ساشي من فئه 8 غرام، اما بالنسبه للعبار كديروا 2 معالق كبار. كما كتشوفوا هاد الساشي كيجي المذاق ديالو رائع. انا كنستسمح طولت معكم الفيديو في الشرح، ضروري من الشرح باش كيستافد الواحد، وغتجيك باش كتجيكم نيت هاد الكيك ناجحه. انا ما قطعتش الفيديو باش نتبع معكم المراحل كلها باش كتنجح معكم هاد الكيك. كما شفتوا عملت الساشي من فئه 8 غرام، هي المجموع 16 غرام. وغنخلطو حتى يعني ينسجم هاد الكاكاو مع العجين. غنكونوا دابا سخنا الفران ب5 دقائق، ماشي بزاف. درجة اللي عنده يعني فرن الكهربائي كيسخنوا على 160 درجة. اما بالنسبة للفران الغاز كتسخنوه وكتنقصوا النار. كتدخلوا بالنسبة للفران الغاز كتدخلوها طيب من التحت من الاسفل وكتشعلوا عليها من الفوق. اما بالنسبة للفران الكهربائي كتدخلوها كذلك طيب من الاسفل وكتشعلوا عليها من الفوق. غنزيدو 2 معالق تاع الحليب حيت كتكون الكاكاو شويه غبر كيتقل لينا هذا العجين. ضروري غنزيدو 2 معالق تاع الحليب باش ما كيبقاش ثقيل، كيبقى نفس العجين الثاني اللي خلينا. بعد ما نساجم الكاكاو مع العجين غناخدو مول ما يكونش كبير، يكون القطر ديالو تقريبا 24 سنتيم او 20 سنتيم باش كتجينا هاد الحلوى طالعه. كندهنوه بالزبده وكنرشوا عليه الدقيق. دابا غنبداو غنشكلوا هاد الحلوى. كنبداو نبادلوا الالوان، يعني اللون اللي فيه
يعني اللون الابيض مع اللون يعني اللي فيه الكاكاو. جوج معالق حتى كنكملو. يمكن درتو 3 المعالق باش كتختصروا، يعني على حسب الذوق ديالكم اللي يعجبكم. كنستمروا بحال هكذا حتى كنكملوا العجين تاع الكيك، كنبقاو حتى النهايه. هاد الكيك كتجي رائعه شكلا ومذاقا، كتجي زوينه ورطبه وفي نفس الوقت كتجي عاليه وكتجي يعني عائليه، بمقادير ماشي مكلفه، مقادير بسيطه كتكون عندك غير في الدار. بحال هكذا وكنرجعوا شويه المول كنرجعوه للوسط باش كيتقاد لينا هاد الخليط تاع الكيك كما كتشوفوا، باش كنقادوا هاد الالوان. وكتجي هادوك الخطوط كيجيو فيها على شكل خطوط كيجيو مشكلين رائعين، كيجيو زوينين في الديكور ديالهم كيجي جميل، وكذلك كتجي في المذاق ديالها رائع، كتعجب الاولاد الصغار وكذلك حتى الكبار كتعجبهم في المذاق ديالها وفي الشكل ديالها. ضروري حنا الا ما عجبتناش الحاجه راه ما كنقدروش ناكلوها. كما كتشوفوا كنستمروا في نفس القياس اللي كنعملوه، 2 معالق تقريبا 2 معالق، وكنرجعوها للوسط باش كتقاد لينا، هذيك الزخرفه اللي غنعملوها. كنرجعو دائما هكذا كنميلوها باش كترجع تقاد. هي واخا كتشوفوها هكذا هي بسيطه وسهله، غير نظرا للتصوير كنبقى معطله باش كتشوفوا على يعني على خاطركم باش كتستافدوا، اما هي بالنسبه كتكون سهله. يمكن تعملوا حتى 4 المعالق، و4 المعالق دغيا كتختصروا باش كتسهل عليكم. نتمنى هاد الفيديو يكون جيكم خفيف ان شاء الله، ما تقولوش هذه كتهضر بزاف طولات علينا، وان شاء الله باش تستافدوا. دابا انا قربت ننتهي من هاد الكيك في هاد الخليط، قرب يسالي. انا غير خليت باش يعني حاولت ما نقطعش معكم باش تستافدوا. غتميلوها باش كترجع للوسط كما تشوفوا، يعني عملت معكم التفاصيل كلها. هي كتجي زوينه هكذا في المناسبات، يعني كتوجدوها للضيوف دغيا كتوجد رائعه كتجي. وكترجعوا دائما للوسط باش كتقادوها، كتبقى دائما في الوسط وكيبقاو الخطوط كذلك مقادين. نتمنى من المشاهدين يعملوا البصمه، اللي شاهد يعمل البصمه فضلا وليس امرا وشكرا، وكذلك اللي ما مشتركش يدخل يشترك فضلا وليس امرا، وشكرا للجميع. كنبقاو حتى لاخر هاد العجينه تاع الكيك بحال هكذا. لا بقى لينا مثلا ما كاملش 2 معالق يمكن تا هما نعملوهم، كتجي نفس يعني نفس الطريقه. ضروري كنرجعوها للوسط باش كتقاد لينا، حيت كتميل شويه للجنب.
بالنسبة لهاد المول كيما يعني كفكرة، هاد المول اللي كيكون خفيف لازم كتعملو تحت منو طاوة باش ما يتحرقش. عاد فاش كندخلوه للفران حيت كيكون شوية خفيف باش ما كيتحرقش لينا الحلوى دغيا. كناخدو كيردون او عندكم شي موس او سكين، يعني اللي متوفر عندكم، وكتعملو هكذا هاد الخطوط للتزيين، او لا بغيتو تخليوها هكذا كتخليوها على حسب الذوق ديالكم. وكترجعوا عاوتاني العكس بحال هكذا كما كتشوفوا، العكس كترجعوا باش كتشكلوا هذاك الورده كما كتشوفوا. كتعملوا من يعني العكس الجهه العكس يعني من القدام، ومن كترجعوا ثاني من الوراء كما كتشكلوا. هي تشكلت على شكل ورده. وكما قلت لكم كنكونوا سخنا الفران دابا كما طابت من الفوق وشعلنا عليها من التحت درجه 160. غنقطع معاكم تشوفوا شو يعني الشكل ديالها الاخير، واخا هي بقى سخونه نظرا للتصوير. كتجي رائعه وكتجي كذلك رطبه وزوينه، وفي الشكل ديالها كما كتشوفوا على هذا الشكل كتجي فيها هاد الزخرفه زوينه على شكل زبره. نتمنى تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها. ونتمنى اللي ما مشتركش يشترك ويعمل البصمه ديالو. ونتمنى تعجبكم هذا الكيك، كتجي رائعه في الشكل ديالها وكذلك في المذاق، ونتمنى تعجبكم. وكذلك في الشكل ديالها كيجي رائع. يمكن تزينوها، يمكن تخليوها على هكذا، زينوها بالشوكولات او المربى ولوز ايفيلي على حسب الذوق. ونتمنى تعجبكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. كتجي رائعه ورطبه كما كتشوفوا. ونخليكم بالف خير. بسلام عليكم.